طبعا انت عارف ان الاهلي قدر يحقق اكتر من رقم قياسي بعد فوزه على سياتل الامريكي، ولو لسه ما تعرفش ايه هي الارقام دي خليني اقول لك ان دي ثالث مره الاهلي يوصل للسيمي فاينال في كاس العالم للانديه. لا ومش كده وبس، ده كمان كسر رقم برشلونه بعد الفوز الثامن ليه في البطوله، وبكده بقى الاهلي تاني اكتر فريق محقق انتصارات في البطوله بعد ريال مدريد. وطبعا برشلونه تراجع للمركز الثالث بعد الاهلي ب7 انتصارات، وده غير ان الشناوي كمان بقى من اكتر الحراس اللي قدرت تحافظ على نظافه شباكها في 4 ماتشات في البطوله، وده طبعا بعد ما تساوى مع نوير وعلي خسيف حارس الجزيره الاماراتي. وبغض النظر عن كل الارقام دي كفايه ان اقول لك انك بتلاعب فريق بحجم الريال في بطوله رسميه. شوف انت بقى كام مليون هيتفرجوا عليك من كل حته في العالم، وده طبعا غير الجانب التسويقي لعيبه الاهلي اللي هتتغير بشكل كبير جدا بعد ماتش تقيل زي ده. وكفايه ان اقول لك ان كل انديه العالم هتبقى بتتفرج عليك يوم الاربعاء وانت بتلاعب الريال. شوف انت بقى كميه المكاسب اللي الاهلي هيستفاد منها بسبب البطوله دي، واللي يغيظك بقى ان بعد كل المكاسب اللي قلت لك عليها دي يطلع لك واحد ما يعرفش بجنيه كوره ويقول لك دي بطوله ضعيفه جدا، وان بطوله كاس العالم الحقيقيه مش هتبدا الا من ماتش الريال. وتقريبا كده نسي ان فرقته طول تاريخها ما تاهلتش اصلا لكاس العالم، وما يعرفوش حتى الكاس نفسه شكله ايه. فانا بقول له يا ريت يا كابتن ما تطلعش تتكلم عن الاهلي وخليك في النادي بتاعك. عموما مش موضوعنا، تعالى بقى نتكلم عن الماتش حسب الاخبار المتاحه والكلام اللي داير، وعلى الاساس ده نقدر نحدد اذا كان الاهلي فعلا ممكن يعمل المفاجاه ويعدي من الريال ولا لا. في البدايه كده لازم تعرف ان دي مش اول مره الاهلي يلعب مع الريال، لانهم اتقابلوا قبل كده في موسم 2001 والاهلي قدر انه يكسب 1-0. ولو تفتكر اللي سجل للاهلي ساعتها كان صندي نيجيري، والريال وقتها تقدر تقول انه كان بكامل نجومه. يكفي ان اقول لك ان زيدان وكارلوس وفيجو كانوا موجودين في التشكيل الاساسي للريال. هتعرف قد ايه الفرقه دي كانت مليانه بالنجوم. وبغض النظر ان في ناس طلعت تقلل من الانجاز ده وتقول لك ده كانوا بيلعبوكوا بالاحتياطي، بس الاهلي وقتها كل الصحف كانت بتتكلم عنه وعن الانجاز الكبير اللي عمله بعد الفوز على الريال. المهم ان الماتش اللي جاي ده هيكون مختلف كليا عن ماتش 2002، وده لاكتر من سبب. اولهم ان ده ماتش رسمي وعلى بطوله، فاللعيبه هتنزل تاكل نجيله الملعب وهيحاولوا يطلعوا 100% من مستواهم في بطوله كبيره زي دي، عكس 2001 اللي كان ماتش ودي وطبيعي اللعيبه كانت نازله وخايفه على رجلها لا تتصاب، وتقدر تقول انهم كانوا بيلعبوا بالشوكه والسكين. فمن الاخر كده لعيبتنا لازم تبقى نازله مركزه ويستغلوا كل فرصه بتجيلهم، لان الفرص اللي بتيجي في ماتش زي ده ما بتشوفهاش كتير. ولازم لعيبتنا تستغل ان كل الاحصاءات بتاكد ان فريق الريال بيعيش اسوأ حالاته الفنيه في الفتره الاخيره، بدليل انه لسه راجع من السعوديه بعد ما خسر السوبر الاسباني من غريمه التقليدي برشلونه، وده غير انه كمان بقى في المركز الثاني في الدوري الاسباني ولسه خسران اخر مباراه ليه، وتقريبا كده في فرق 5 نقط بينه وبين المتصدر برشلونه. والاهم من كل ده بقى ان في 6 لعيبه اتصابوا من اهم مفاتيح لعبهم، وبنسبه كبيره جدا مش هيكونوا موجودين في ماتش الاهلي. وابرز اللعيبه دي هم كورتوا وبنزيما وهازارد وميليتاو ومندي، بس طبعا اللي غيابه هيكون مؤثر جدا على الفريق وبالذات في الحته الهجوميه هو كريم بنزيما، لان بنزيما في الوقت الحالي يعتبر هو الهداف الوحيد اللي موجود في الريال، وانشيلوتي بيعتمد عليه بشكل كبير جدا في التشكيله بتاعته. واكيد برضه الريال هتاثر بشكل ملحوظ من غياب الحارس الاساسي بتاعه كورتوا، لان الراجل كان بيعمل الاضافه في حته حراسه المرمى وكان سبب اساسي في حسم بطولات كتير، وغيابه عن ماتش مهم زي ده ما تقدرش تقول عليها غير انها من اكبر الخسائر اللي هتكون موجوده في فريق الريال. ولازم لاعيبتنا تستغل كل الكلام ده لو فعلا عايزين يكسبوا الماتش، ولازم برضه يحترموا الريال كفريق من افضل الانديه اللي موجوده في العالم، ولكن في المقابل ما ينفعش يبقوا نازلين خايفين منه وبيلعبوا على الخساره، لا لازم يكونوا نازلين من اول دقيقه بيلعبوا على الفوز عشان يتاهلوا للنهائي، وده طبعا بغض النظر عن اسم المنافس. واكيد كولر من دلوقتي بيفكر في المباراه وازاي هيلعب قدام الريال، وخلي بالك ان الحل الوحيد قدام الاهلي عشان يعدي الماتش ده انه يلعب ب3 في نص الملعب، ويبدا بالسوليه وحمدي فتحي وديانج بحيث يوقف خطوره الريال، لان زي ما انت عارف ان 80% من خطوره الريال بيكون موجوده في نص الملعب، لانك بتتكلم على لعيبه تقيله زي فالفيردي ومودريتش وكروس. خلاصه الكلام انت محتاج تقفل لهم نص الملعب عشان تقلل الهجمات اللي عليه وتلعب على المرتده، وممكن تقدر تسجل منها هدف او تعمل عليهم خطوره. لكن لو نزلت فاتح خطوطك من اول الماتش هتشيل كتير وهتضيع التاهل من ايدك. وممكن بقى في الشوط الثاني كولر يبقى يسحب واحد من نص الملعب وينزل قفشه بداله بحيث يقدر يزيد مع المهاجمين ويعمل لك الاضافه الهجوميه في الثلث اللي قدام. عموما كل التوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي، وبكده كنا وصلت لنهايه حلقتنا النهارده. ما تنساش اللايك والشير واشوفكم على خير.